متابعي صحيفة المصيف الإلكترونية، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه التغطية الخاصة بنهائي بطولة الغرفة التجارية الصناعية لكرة القدم بالطائف. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. الله يبارك فيك حاتم وفي شباب المصيف، والله يعطيكم الصحة والعافية. أستاذ مبارك، في البداية واليوم ونحن نقف على أعتاب نهائي بطولة الغرفة التجارية الصناعية لكرة القدم، هذه البطولة التي جمعت الشباب ودمجت بين قطاع الأعمال ورجال الأعمال والشباب. كيف ترى هذه البطولة تنظيميا وجماهيريا وإعلاميا أيضا؟ بطولة متميزة، أنا أعتبرها نواة وعربون صداق بين رجال الأعمال وشباب الطائف وأبنائها. أشكر الغرفة التجارية على إقامة مثل هذه البطولة المتميزة. احتضنت أكثر من 600 شاب بفرق كثيرة تابعة للشركات، وبطولة متميزة، وفي القادم إن شاء الله راح ترتقي الله بإذن الله. احنا نتطلع أن يكون عملنا شامل لشباب الطائف من ناحية كرة القدم وتطوير كرة القدم والمواهب في الطائف. وزي ما انت عارف في الطائف في يعني مواهب الحمد لله كثير، وكلها تخرج برا الطائف لأنه ما فيه يعني حاضنة لهم. فالرابطة تعتبر حاضنة للمواهب اللي في الطائف. الحقيقة أن الغرفة التجارية لما ارتأت على تنظيم هذه البطولة أو رجال الأعمال لم يكن نظرتهم لها مادية أو ربحية، بقدر ما تكون نظرتهم أنها مشاركة اجتماعية في مجال رياضي، مجال شريحة عزيزة وغالية علينا اللي هي شريحة الشباب، في احتضانهم وتنظيم لهم الفعاليات وإشراكهم في دفع عجلة تنمية الوطن الغالي. وهذا ما ركزت عليه سياسة حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو ولي العهد. من المؤكد أن أي عمل سواء رياضي أو غير رياضي يكون مرهون نجاحه بدرجة أولى بالتواجد الإعلامي، والحمد لله الطائف تزخر بكثير من الإعلاميين المميزين الذين أضفوا كثير على هذه البطولة. ما لا شك فيه أن تكون شهادتي مجروحة في الإعلاميين، لكن البطولة حظيت بتغطية إعلامية أكثر من رائعة على مستوى الصحف الورقية، الإلكترونية، القنوات، مواقع التواصل الاجتماعي. صحيفة المصيف مو عشاني أنا الآن أسوي لقاء معهم، لكنهم بصراحة قدموا شيء جدا جميل عبر البرومات اللي كانت تقدم على البطولة، عبر مقاطع الفيديو، عبر التغطيات. لأننا نشهد اليوم واحدة منها. في هذه اللحظات يسرنا أن نستضيف الدكتور سامي العبيدي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف. دكتور سامي، أهلا وسهلا بك معنا عبر صحيفة المصيف الإلكترونية. الله يحفظك، وأشكر صحيفة المصيف على تغطياتها المميزة، وأهلا بكم وبشباب الطائف، وجعل الله أيامنا وليالينا شبابية حبا للوطن وحبا لشبابه ودعما لمسيرة تنمية هذا الوطن بإذن الله. شوف يا أخي الكريم، كان في أول مجلس لإدارة الغرفة التجارية وضعنا رسالة، وهي تنمية الإنسان والمكان في الطائف، واتخذنا أول سبيل لتنمية الإنسان والمكان من نافذة الشباب، والذين يشكلون السواد الأعظم من المجتمع. وبدأت الغرفة التجارية ممثلة في مجلسها وفي أمانتها بقيادة شباب طموح في الغرفة إلى التواصل مع الشباب وإلى دعم الحركة الرياضية وما يخدم الشباب في مدينة الطائف. وكان منها بطولة الغرفة التجارية لأندية الأحياء في الطائف. وكان أيضا إذا تذكرون في الافتتاح تم الإعلان بأنه سوف يكون قريبا إن شاء الله الإعلان عن رابطة الأحياء المرتبطة مباشرة بالاتحاد السعودي لكرة القدم. وبفضل الله بدأنا نجني هذا الأداء، وها نحن لدينا رابطة ولدينا مجلس لها مدعومة من قبل حكومة المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين. وها أنت ترى اليوم الحضور الكثيف لهذه الدورة، وترى التجمع الشبابي الرائع هذا. وسوف نجعل بإذن الله تعالى، سوف ترون الغرفة في أمور أخرى تدعم مجتمع الطائف، سواء كان على السبيل الرياضي أو الثقافي أو التطوعي بإذن الله، حتى نكون مجتمع راقي بإذن المولى سبحانه وتعالى.
البطولة من بدايتها لنهايتها فوق الممتاز. عدد فرق كويس، حضور جماهيري كويس. تعتبر البطولة الأولى للشركات والمؤسسات الخاصة على مستوى محافظة الطائف. التعاون الحمد لله ممتاز جدا. لأول مرة احنا مثل ما قلت لك ان البطولة تقام مؤسسات خاصة، وهذه بالنسبة لنا شيء طيب تقام على مستوى الطائف. مؤسسات حوالي 20 فرقة، كل فرقة باسم مؤسسة ودعم من مؤسسة خاصة، وهذا للأمانة شيء طيب. نتمنى أن نرى ونتمنى أن نشوف الشيء هذا ينعاد أكثر من مرة وأكثر من بطولة تكون للأمانة، بالذات في رمضان جاينا ما شاء الله تبارك الله صيف السنة هذه فترة طويلة الصيف عندنا، والطائف تعتبر مصيف، فنتمنى نرى في أكثر من مكان، ما هو بس في مكان معين. نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة تقدم بشكر الجزيل لرئيس الغرفة التجارية الدكتور سامي العبيدي وجميع أعضاء مجلس إدارته على تنظيم هذه البطولة المهمة. وإحنا كأندية وكشباب في الطائف نحتاج مثل هذه الدورات، وإن شاء الله من أفضل إلى أفضل إن شاء الله. هذا أملنا وعشمنا إن شاء الله من هذه الدورة أنها يعني تغطي بعض العيوب. رجال الأعمال يحتاجون بس من ينبه عليهم في مثل هذه الدورات. يعني من خلال تجربة العام الماضي تواصلنا مع كذا رجل من أعمال الطائف، رجال أعمال الطائف، أتوقع لو وصلت الدعوات مبكرا لهم ما حيقصرون.